ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. طبعا انا اضطريت للأسف اعمل سالب 12، وده طبعا كان غصب عني. لان انا عندي دي بروين، الراجل عليه اصابة واحتمال كبير ما يلعبش. حتى دي بروين لو لعب معلش المباراة امام الارسنال صعبة، يعني الراجل اخر ممكن اسيست. لو قدر يحرز هدف ده يبقى شيء كويس، لكن بصراحة هي المباراة صعبة عليه. وكمان انا خايف من الاصابه بتاعته، خايف احطه في التشكيله فينزل لي من بره من على دكه البدلاء ياخد نقطه واحده، وخايف ان انا احطه في التشكيله الرئيسيه ما يلعبش اساسا يبقى انا خسرت لعيب. وكلكم طبعا زي ما انتم عارفين ان كلنا الدكه بتاعتنا ما فيهاش اللعيبه القويه. اللعيبه اللي بره على الدكه دايما اغلبهم يعني ما بيعملش حاجه، فعشان كده اضطريت اعمل سالب 12. كمان انا عملت سالب 12 يعني زي ما انتم شايفين كده في التشكيله. انا اشتريت عندك اول واحد ساكا مكان دي بروين، وكمان اشتريت واتكنز مكان ويلبك. وطبعا اشتريت من قبل كده طبعا كولفرت لوين على اساس ان الراجل متوقع يعمل حاجه. كمان اضطريت احط انديدي مكان كولوزوفسكي في نص الملعب اللي هو لاعب ليستر سيتي. فانا زي ما بقول لكم زي ما انتم شايفين عملت سالب 12، ولكن انا باصص لقدام بصراحه. عملت سالب 12 للجوله دي لان زي ما بقول لك انا ما كانش عندي ولا لاعب من الارسنال. طبعا الفتره الجايه مش انا بس، كلنا محتاجين يكون عندنا 3 لعيبه من الارسنال، اما دبل هجوم او دبل دفاع من الارسنال. وانا افضل ان يكون الدبل دفاع مش دبل هجوم. وهقول لكم ليه. كلنا لازم يكون عندنا 3 من الارسنال. كلنا عارفين الارسنال بعد مباراه السيتي هيلاعب 3 فرق، يعتبر اضعف 3 فرق في الدوري. هيلاعب ليستر سيتي، بعد ليستر سيتي هيلاعب طبعا عندك ساوثهامبتون، بعد ساوثهامبتون هيلاعب بورنموث. يعني دول اضعف 3 فرق. متوقع ان فريق زي الارسنال يعمل فيهم 3 كلين شيت، وكمان متوقع ان يعني يحرزوا فيهم اهداف كتيره. وعلشان كده انا جبت ساكا مكان دي بروين بحيث ان انا باصص لقدام، بحيث ان الجوله الجايه ما اعملش سوالف كتير. هيكون عندي تغيير طبعا. انا اشتري 2 من دفاع الارسنال، فعلشان كده بس هجيب واحد اللي هو بالتغيير اللي عندي، وهو طبعا بن وايت. والتاني احتمال اشتري تمبر يا اما يعني جابرييل بالسالب. لان انا زي ما بقول لك انا يفضل ان يكون يعني يكون عندي الثلاثه فيهم 2 دفاع، لان احنا زي ما احنا عارفين عندك واحد زي واتكن، واحد زي هافيرتز للاسف نزل نص الملعب بعد اصابه اوديجارد. طبعا كلنا شفنا المباراه اللي فاتت بتاع هافيرتز ما حدش استفاد منه حاجه، الراجل طلع ببلان. وده طبعا متوقع في اغلب المباريات طالما احنا كلنا بنشتري هافيرتس على اساس انه كان بيلعب راس حربه، فكان قريب من المرمى، كان بيعمل اسيستات ويحرز اهداف. حاليا للاسف هافيرتس نزل نص ملعب، فكلنا مش هنستفيد منه. هتكون الاستفاده دايما اكتر يا اما بتروسارد الراجل اللي هيلعب راس حربه او مارتينيلي على حسب اللي هيلعب. كمان ساكا الراجل اللي دايما هجومي. فعشان كده لا، انا شايف ان هافيرتس مش وقته خالص. هافيرتس ان شاء الله لما يرجع اوديجارد ويرجع الناس تعمل نص الملعب، الا اذا الراجل يعني غير في التغيير وشال هافيرتس من نص الملعب وحط مثلا واحد زي اي 2 من عنده. اهم حاجه يعني ما يحطش هافيرتس نص ملعب. طالما هافيرتس نص ملعب احنا كده مش هنستفيد منه. عشان كده انا بقول لك يفضل تاخد ساكا ومعاه 2 من الدفاع، وبراحتك بقى. يعني شوف انت عايز مين من المدافعين، تفضل 2 سعرهم اقل، ولا تاخد بن وايت مع جابرييل. انا عن نفسي اخد احتمال جابرييل مع بن وايت في الدفاع، ويكون معايا ساكا في الهجوم، بحيث ان يكون عندي 3 من الارسنال في الفتره اللي جايه. كمان انا بصراحه بعت دي بروين. يعني كمان احنا محتاجين 3 من السيتي في الفتره اللي جايه، لكن للاسف عندك المدرب بتاع مدرب السيتي كلنا حاططنا في ازمه كبيره. الراجل زي ما شفنا رجع فودن، ففودن هيعمل لنا كلنا مشكله. رجع جندوجان كمان مشكله اكبر. عنده دوكو، عنده جريليتش، عنده سافيو، عنده لعيبه كثيره، رودري. فاحنا في الفتره اللي جايه برناردو سيلفا كمان. فاحنا الفتره اللي جايه باستثناء هالاند اللي هو اساسي مش عارفين مين هيبدا ومين هيكون احتياطي. فانت ممكن تشتري فودن تلاقي دي بروين هو اللي بيلعب، تشتري دي بروين تلاقي جندوجان هو اللي بيلعب، تشتري جندوجان تلاقي برناردو سيلفا هو اللي يلعب. الراجل هيحطنا في حيره كبيره، واحنا بصراحه في غنى عن الموضوع ده. فعشان كده افضل ان انت من فريق زي السيتي لو هتاخد 3 برضه يكون هالاند هو رقم 1. وبعد كده لو عايز تعمل دبل من الدفاع انا معاك، لكن خط الوسط ما اظنش ان في حد هيكون فيه ثابت. هيكون في تغيير كتير، الناس بتلعب في كذا بطوله، بيلعبوا في بطوله اوروبا، بيلعبوا في الدوري، بيلعبوا في الكاس. فيكون في روتيشن كتير، ما حدش مضمون. هتبص تلاقي دايما دمك محروق، بتلاعب اللاعب تبص تلاقيه ما بيلعبش.
عشان كده لا، انا شايف ان يكون من الافضل في الارسنال وفي السيتي واحد بس من الهجوم واثنين من الدفاع، هتستفيد منهم اكتر. كمان انا زي ما انتم شايفين بعت كلوزوفسكي، الراجل اللي بعد وجود سولانكي بدا ينزل نص الملعب، والراجل المقتنع بجونسون ان يلعب ناحيه الشمال وناحيه اليمين وصلنا ناحيه الشمال. عشان كده احنا بنستفيد من كلوزوفسكي كتير، عشان كده انا حبيت اتخلص منه وقلت اشتري انديدي لاعب ليستر سيتي. الراجل داخل بصراحه على مباريات كتيره سهله، الراجل عنده حوالي 7-8 مباريات سهله في الفتره اللي جايه، والراجل بصراحه انديدي ده متالق مع الفريق ومن قبل بدايه الموسم، والناس كلها بتقول حط عينكم على انديدي، الراجل بمستوى كويس، الراجل هيكون يعني عليه اعتماد كتير. فانا خدت انديدي من ليستر سيتي وكولوفيرت من ايفرتون، الاثنين داخلين على مباريات سهله كتير والاثنين متوقع يعملوا حاجات. عشان كده انا بصيت لقدام، انا عملت السوالب النهارده، وفي نفس الوقت انا هستفيد بالسوالب دي. يعني على ما اعتقد ان صفقه زي واتكنز لما احطها مكان ويلبك، لا واتكنز افضل. واتكنز عنده مباراه سهله النهارده، كمان عنده المباراه اللي جايه هيلاعب ابسويتش تاون، متوقع الراجل يتعامل كابتن وكمان يحرز اهداف كتير. فبالعكس انا في صفقه واتكنز انا ما خسرتش فيه ساكا، كمان انا ما خسرتش فيه بالسالب، لان انا ما ببصش المباراه دي بس. حتى يعني ساكا لو مش هتستفيد منه المباراه دي، لكن تاكد 100% ان الثلاث مباريات اللي جايين على الاقل من 3 إلى 4 اهداف هيحرزهم ساكا او اسيستات، فالراجل هتستفيد منه كتير في الفتره اللي جايه. كمان عندك كولوفيرت وانديدي، الناس برده مش هتخسر فيهم، داخلين على يعني مباريات سهله هتستفيد منهم كتير. فانا شايف ان السالب في الحاله اللي زي كده لا، هو مصلحه مش ضرر. عشان كده زي ما بقول لكم انا عملت سوالب، وان شاء الله النهارده يعني في نهايه الجوله هقول لكم انا عملت ايه، اللعيبه دي جابت كام نقطه، وانتوا يا شباب عايز رايكم، هل اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ واتكنز وساكا وكولفرت وانديدي هل هم افضل من الرباع اللي كان عندي اللي هو ويلبك وكلوزوفسكي؟ وطبعا اللعيبه دي يعني ما كانتش بتفيدني كتير، ودي بروين، فانا اخدت 4 مكان 4. عايز رايكم، هل الاربعه اللي انا اشتريتهم افضل ام الاربعه اللي كانوا عندي هم الافضل؟ يا ريت اعرف رايكم في التعليقات، وان شاء الله في نهايه الجوله هنشوف مع بعض هو اختياري كان صح ولا غلط. بس انا بقول لكم ان في لعيبه مشتريها للجوله دي زي واتكنز، وفي لعيبه انا مشتريها للجوله القادمه اللي هي زي ساكا. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.